لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى كتاب النكاح في الاعتكاف. عقد الإمام مالك بن أنس كتاب النكاح، والمعتكف لا يجوز له أن ينكح. نعم، لا يجوز له أن يعني يباشر النكاح، لكن هل يجوز له عقد النكاح أو يشهد على النكاح؟ هذا ما نجده في هذا الباب في هذه التفسير المبارك. قال الإمام مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك، يعني تمليك ما لم يكن المسيس، يعني المباشرة كما نقول، يعني يجوز الإنسان يباشر زوجته أو من عقد عليه. والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة، يعني تنخطب ويصير يتم عليه العقد بس ما يكون الدخول، ما لم يكن المسيس. ويحرم على المعتكف من أهله بالليل، يعني زين هو المعتكف ليل ونهار قاعد بالمنزل المعتكف، يحرم عليه أن يأتي أهله لما ينتهي الاعتكاف. ما يحرم عليه منهن بالنهار، يعني زين بالليل بالنهار كنا صايمين، بالليل الله يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا تباشروا. كذلك إذا كان بالليل فاطر، إنسان عندنا فاطر لا يباشر حتى ينتهي هذا الاعتكاف. ولم يقل الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم صيام بالمساجد، بل قال عاكفون، يعني انت عاكف صايم فاطر ما تباشر. قال يحيى قال زياد قال مالك: ولا يحل للرجل أن يمس امرأته وهو معتكف، ولا يتلذذ منها بقبلة أو غيرها، حتى قبلة ضمة ما يصير. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا المعتكفة أن تنكح في اعتكافه، يعني قاعدين فالله سبحانه وفق اثنين للزواج، ولي البنية والمعتكف أراد أن ينكح ابنه أو هو يتزوج، يجوز العقد، الشهود أو عقد أو غير ذلك، بس ما يجوز المساس الذي تكلمنا عنه. ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. والفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم. زين يا إخواني، شو الفرق بيناتهم؟ أن المحرم يأكل ويشرب، المحرم يعني الله يرزقكم، إن شاء الله يرزقكم الخير، قولوا آمين يا إخواني جميعا والحاضر والسامعين. هذا الذهب إلى بيت الله للمحرم له يعني تحريمين. يعني أنا الآن ذهب إلى بيت الله، نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، يعني راح أسوي عمرة، أنا راح أسوي دخلت الحج أحج، فسويت انتهيت من العمرة، يعني يجوز لي كل شيء إلا المباشرة مع الزوجين محرم. فهمت؟ صارت مناسك الحج، أنا أبو عبد الله وإخواننا إحنا بعرفة، إحنا عرفة محرمين، لبيك اللهم حجا، قلنا لبيك تلبية، طفنا سعين
يعني المحرم الحجي النوع بالحج ما يجوز أن يأتي أهله إلا ما يخلص مناسك الحج. شو يقول؟ والفرق بين ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنازة ولا يتطيب والمعتكف والمعتكفتان يدهنان ويتطيبان. يعني انت احنا قاعدين كيف واحد النبي مقاطع وقاس يكون يتنشط شعره النبي صلى الله عليه وسلم ويتعطر ويتطيب عادي ويأخذ كل منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان. نلاحظ يا اخواني انه ولا تباشروهن وانتم عاكفون، فامرهم في النكاح المختلف. وذلك يعني شوف سنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر ان المعتكف لا يباشر زوجته. باب ما جاء في ليله القدر. الله يرزقنا واياكم ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان. يعني نسال الله سبحانه ان يختم لنا ما شاء الله رمضان انتهى. حدثني عن زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله عن ابن النهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن. لاحظ هذا السنة شوي يا اخواني، هو دائما الامام مالك يعني هو بالمية الاولى قريب يعني النبي مات يا سنة توفي رسول الله. احد احبابي امتى مات الرسول صلى الله عليه وسلم 11 هجرية، وولد الامام مالك بهذه يعني بالمية الاولى، فبينه وبين الرسول راويين او ثلاثة. ولاحظنا في هذا السند اكثر من راوي. عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط. شوف لاحظ هسه نختلف الحديث، احنا قلنا من العشر الاواخر يعتكف رسول الله. هذا في جاب الاسناد يسمونه حديث الباب. النبي كان يعتكف من يعني العشر الوسطى امتى؟ 11 12 13 14 15 16 حتى 20 الوسطى، العشرة الوسطى. لكن العشرة الأولى شنو هي؟ من 1 2 3 4 إلى 10. العشر الأخيرة من رمضان 21 إلى 30. يعتكف العشر الوسطى من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 يعني خلصت. شو دخلنا بالثالث، وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه. قال من اعتكف معي، النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتكف وياي فليعتكف العشر الأواخر. النبي اعتكف العشر الوسطى، خلص من العشر الوسطى قال صلى الله عليه وسلم من اعتكف معي فليعتكف فيه العشر الأواخر. ولقد رأيت هذه الليلة ثم نسيتها. سبحان الله، ليلة 21 النبي صلى الله عليه وسلم شاف فيها علامات ليلة القدر ونسيها. قل الصحابة رضي الله تعالى عنهم نسيتها وقد رأيتني أسجد. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كان جو مطر، وقال من صبح في ماء مطيب من شدة المطر فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسها في كل وتر. يعني شنو؟ يعني كل وتر ليلة 21 لا 20 بعد لا مو وتر 25 بعد 27 29 على الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذكرهم أن هاي الليلة المباركة نسيتها. وسيبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني بسبب رفعة ليلة القدر بسبب شيء
ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش. عريش يعني شلون قبل يسوون عريش من خصار. شوف، قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفت على جبهته. إنه كان يصلي على مسجد الرسول مو فراش، والسقف كله سعف، المطر قوي، صار قاع كذا طين. فأبصر على مكان سجود النبي كله طين وماء. فنلاحظ أن هذا من صبح ليلة 21 من هذه الليلة التي كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هو دليل على أن الله سبحانه وتعالى ليش أخفاها علمه؟ على مود الإنسان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، يجتهد بطاعة الله، صلاة، قيام الليل، والزكاة. إن شاء الله وأكمل أعمل هذا بعشر في ليلة القدر الدرس القادم. اللهم اغفر لنا والحاضرين وتب علينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. وصل اللهم